هو انا قلت 3، يعني انا قلت 3، 3-0، ما قلتش 3-2. فيعني الواحد مش عارف يقول ايه. مش فاهم حاجة، يعني انا مبقتش فاهم حاجة. مبقتش فاهم هل ده حاجة حلوة او هل ده بقى الطبيعي، ولا احنا يعني فترة ماشي وقشطة وهتعدي. اصل انا يعني كل ماتش ببقى شايف ان ببقى داخل خايف. انا كل ماتش ببقى داخل بتفرج على الماتش كده ببقى عمال اعمل كده. مبقتش عارف. انتهت مباراة الاهلي وحرس الحدود بنتيجة 3-2 للاهلي. بضياع فرص غريبة جدا، وفي استهتارات كتير، وفي كور سهلة جدا، وفي حاجات غريبة، في حاجات غريبة جدا، وفي لبس غريب. يعني في لبس غريب. انا كل مرة بنيجي نلعبه بلبس تالت ببقى مرعوب. انا بقى كنت مرعوب قدام حرس الحدود. كنت مرعوب. اصل بروح بروح ب3000 هجمة، بيجوا هم يروحوا بهجمة جون، هجمة تانية جون. بلعب 3000 ركنية، 3000 ركنية مش بستفاد منهم أي حاجة. هما بركنية واحدة جون. خلينا نتكلموا على التشكيل و... ونتكلم على أحداث المباراة ونقيموا كل لاعب من وجهة نظر أنا. فبدأ عماد النحاس بتشكيلة شوبير، واللي كانت مفاجأة إن هو ينزل بشوبير. شوبير في حراسة المرمى، هاني على اليمين، وياسين مرعي، وجنبه ياسر إبراهيم. وعلى الشمال لعب بالعش، لعب باتنين نص ملعب، ديانج ومروان عطية، وقدامهم تريزيجيه. على اليمين لعب بطاهر، محمد طاهر، وعلى الشمال لعب بالشحات وبدأ بيه من أول الماتش، وقدام لعب بجراديشار. البداية كانت حلوة جدا جدا للنادي الأهلي. كانوا ضاغطين من أول دقيقة. في الدقيقة التانية طبعا الكورة كانت في نص الملعب، اتلعبت الجهة التانية وبعد كده رجعت تاني جت لتريزيجيه. تريزيجيه لعبها أوفر جامد جدا، وصلت ال18. الدفاع طلعها، استلمها من على خط ال18 بالظبط جراديشار من غير استلام، على طول واحدة بوش رجله. والجون الأول للنادي الأهلي. الجون الأول للنادي الأهلي، قلت بس خلاص أنا قاعد كده في دماغي، قلت 100-100. البداية دي ووراها 5، شبه السيزون اللي فات بقى، وراها 5 على طول. نفعه موضوع ان هو يرجع ورا ويستلم من ورا. اول مره اشوف ان جراديشار نفعه موضوع ان هو يرجع يسيب راس الحرب ويسيب الفرد ويرجع يستلم من ورا. على ما اظن جراديشار لو لعبته صانع العاب او تحت مهاجم او مهاجم تاني، هتلاقيه برضو نزل نص الملعب بقى يستلم من نص الملعب ويطلع اللعيبه. بس جون جميل الصراحه جدا لجراديشار، وبداية حلوة كانت للنادي الأهلي. في الدقيقة 5 يجي فاول جهة الشمال. الشحات بيلعب الكرة فرفعها اوفر، وصلت لطاهر، عملها كده بالكعب، كده واحدة كده بالكعب، فالحارس بكل سهولة خد الكرة. وفي الدقيقة 7 كانت الكرة في نص الملعب مع ديانج. مش عارف لعب باصة أو اتقطعت منه. انا شايف ان في هجمة مرتدة 2 من حرس الحدود على 3 من الاهلي، 2 على 3 بباص واحد. كان اللاعب ومين اللاعب وشوبير بباص واحد. ال3 دول تاكلوا في دقيقة. دفاع الاهلي في المرتدات بلالة بلالة. دفاع الاهلي في المرتدات بلالة بجد. شوبير اخد الكورة، لعبها مش لياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم لعبها لمحمد هاني على الخط. محمد هاني جاي بيستلمها، افتكر ان في سندوتش برجر فوق، فبيبص فوق، قامت الكورة معدية فاول. رمي التماس. رمي التماس اتلعبت على الخط، فهاني رايح مع اللاعب. هاني جه بيقطعها ما اتقطعتش، تمام. فنزل لها كده نص نازله، ما جابهاش برضو. قام زحف لها على الارض. ففي الاخر اللاعب عدى لعبها لواحد 1 2، قام رافعها من على ال18، رفعها من على خط ال18، نزلت المهاجم. انا معايا 2 اهو، يعني انا المهاجم اهو وانا معايا 2، تمام. والشوبير طالع عليا، لا فرق لي اللي على اليمين ولا فرق لي اللي على الشمال. شوبير طالع عليا ولا فرق لي شوبير، وقام شايطها جول. يعني انا
مش عارف، اصل انا لسه بقول لسه بقول جراديشار والبداية وخمسة وما اعرفش ايه، لسه ما كملتش الفرق، لسه بفكر. تريزيجيه لما يجي الجون هيروح للجماهير ويعمل لهم كده. ما لحقتش على طول. 1-1. الدقيقة 17. تتلعب الكرة ركنية من حسين الشحات الدفاع يطلعها من بره ال18 ب10 متر ولا حاجة، وتيجي تسديدة من مروان عطية. ايه ده؟ ايه التسديدة دي؟ تسديدة بسم الله ما شاء الله، بس الحارس بقى طبعا كان موجود، والتسديدة كانت جميلة جدا من مروان عطية، وانا بحب جدا 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 اللعيبة اللي بتشوط ولا بيهمها. طبعا من الدقيقة 7 للدقيقة 26 ولا 28. انا ما بروح هجمات، بس انا بروح هجمات ما بعملش بيها اي حاجة. انا جالي بتاع 4 5 ركنيات، مفيش منهم ولا اي تنفيذ غير كرة مروان عطية اللي كمان ده يعني تعتبر فرصة ضايعة. شوطة جميلة كل حاجة بس ضايعة. يعني قاعد بتاع تلت ساعة، اكتر من تلت ساعة انا بروح هجمات وبوصل للجون ومش عارف اجيب جون. دي اول نص ساعة بروح للجون. الشحات يلعبها جراديشار يسلمها مش عارف لديانج، وديانج يسلمها طاهر يرفعها، ولا مش عارف يلعبها لمحمد هاني يرفعها. طب فين الجون؟ فين التنفيذ؟ انا بروح هجمات جميل وكل حاجة، انا بتفرج ان انا بروح هجمات، انا بنفذ فين. انت جبت جون في الدقيقة 2، حرس الحدود ردت عليك في الدقيقة 8 ولا 7، 6 دقايق عرفوا يردوا. طب انا فين ردي اللي بقاله نص ساعة لحد الان؟ وهجمات خلاص انا جنب الجون، مفيش تنفيذ مفيش اجوان. بس في الدقيقة 29 جالي فاول من على خط ال18، وانا الصراحة بقيت في حيرة من موضوع الفاولات. انا بقيت ببقى زهقان لما بيجي فاول، عشان في كمية فاولات في الماتش. لعيبة الاهلي كلها شاطت فاولات النهاردة، ولا واحد اتلعب عدل، ولا واحد اترفع عدل ولا اتشاط. فين ايامك يا ديناماركي؟ طبعا في الدقيقة 34 جت اللقطة على راجل كبير جميل جدا كده قاعد على كرسي، ربنا يشفيه يا رب، وكان عامل الكاميرا 3-3. انت عملت 3 وانا عملت 3 حاجة، بس ما مش عايزهم 3-2. انا كنت عايز 3-0، 3-1. احس ان انا 3-2 فرق جون بالعافية، وهجمات بالهبل مفيش منهم اي فايدة. مفيش يعني مش شايف اي فايدة في الموضوع. ان انا اروح هجمات واضيعها دي مش هتتحسب لي في التاريخ، مش هتتحسب لي من لعب، مش هتتحسب لي من اداء، مش هتتحسب لي من اي حاجة. في الدقيقة 44 كورة من ديانج لياسر اجين. في الدقيقة 44 كرة من ديانج لياسر، اللي بياخدها وبياخد المدافع في ظهره وبيلف وبيلعبها جميلة جدا 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 جدا، والله عليك يا ياسر. لياسين مرعي. ياسين مرعي بيعدي من المهاجم، والمهاجم بينزل عليه تاكلينج، ضربة جزاء صحيحة جدا ما فيهاش اي حاجة وما فيهاش اي غلط، بلانتي 100%. تعدي الكرة واللاعب يشيل ياسين مرعي، يمثل ما مثلش الكرة بلانتي. ويدخل تريزيجيه ويشوطها وراح للجماهير عمل كده، بس جت متأخرة، كنت عايزها بدري شوية. يعني كنت عايزها بدري، وكنت عايزها مفيش فيها جوان برضه، عشان ابقى قاعد انا مبسوط، ابقى قاعد ما ببقاش حاسس ان انا ممكن يخش فيها جون في اي وقت. وصح يعني انا كان تفكيري صح، كنت قاعد في الماتش مفكر صح. وكنت اقول لكم على حاجه، كنت خايف كمان ان بعد ال3-2 دي يتعادلوا يجيبوا التالت. والله كنت خايف بهجمه واحده مرتده، ما هو انا ايه اللي يطمني؟ الدفاع بتاعي بيتضرب في ثانيه، في ثانيه الا ثانيه دفاع الاهلي كله بيتضرب. 4 5 واقفين في الدفاع، حتى لو مين راجع في الدفاع بيتضرب في ثانيه. الا اليو ديانج بس عمل هجمه النهارده في الماتش، الكره عدت 2 لعيبه. ده واقف بيتفرج وده واقف بيتفرج من الاهلي، وديانج هو اللي رجع من نص الملعب عشان يلحق اللاعب، وراح معاه لحد شوبير طلعها ديانج. وبينتهي الشوط الاول بنتيجه 2-1 للنادي الاهلي. بجون جراديشار وجون تريزيجيه بلانتي. وانا يعني الاداء في الشوط الاول الصراحه ما كانش عاجبني. روح ركنيه على الاهلي هناك. آه، اتلعبت الكرة، هو واقف الشخص اللي هينفذ الركنية اهو. تمام، انا الشخص اللي هينفذ الركنية. انا وقفت اهو، بصيت، انا هرفع الركنية. رفعت الركنية، بس وانا برفع الركنية لقيت حاجة هناك غريبة جدا. لقيت واحد واقف عامل كده، فلقيت واحد عامل كده لابس ازرق، لون بحري مش ازرق، لون البحر.
لون البحر والرملة. فبدقق كده فيه، بعمل له كده بشوف هو مين، لقيته طاهر. ايه ده؟ قلت طاهر. قام عامل لي لا. قلت له امال انت مين؟ قال لي انا البودي جارد. واقف بودي جارد على اللاعب، واقف بودي جارد، فهمتني؟ اللاعب قام مادد رجله من قدام طاهر، لمسها، بس لمسها لمسه بسيطه جدا، ركنيه. اللي انا جاتلي 10 ركنيات في الشوط الاول على ما اظن، مفيش ولا واحده عرفت انفذها صح. دي اتلعبت عشان احنا الدفاع عندنا بلاله، واللي واقفين في الدفاع بلاله. انا بقعد اتفرج على اللاعب، انا اي هجمه بتطرح على الاهلي اللاعب بيفضل فاهم يحجز ويرجع، يحجز ويرجع، تحسه شويه 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 وهيدخل بالجون. يعني هيبقى واقف في الجون عمال يرجع كده، فهمت؟ الشوبير يقول له يا ابني احنا عند الجون، يقول له لا 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 استنى استنى في شويه لسه الشبكه طويله، ويرجع يرجع. نتيجة 2-2 وانا بقيت خلاص قاعد بتنطط. طاهر يسكت، لا طاهر ما يسكتش، الكرة عند طاهر جاي بيعرضها. شفت انا عملت ازاي؟ شفته بقول جاي بيعرضها، جاي بيعرضها، عرضها. جاي بيعرضها، عرضها. فالكرة بيرفعها قامت عاملة منه كده، عدت على الأرض كده، مشيت بالراحة، قام اللاعب الدفاع مطلعها. وبتيجي الدقيقة 62 بيطلع طاهر، بيطلع طاهر، بيطلع طاهر وينزل شريف، وبيطلع حسين الشحات وبينزل شريف. الدقيقة 66 والكرة تطلع من نص ملعب الحرس، هجمة مرتدة على الأهلي. فاللاعب رقم 74 استلم الكرة وجاي بيروح، فلقى 2 واقفين قدامه، لقى ياسر ولقى هاني. بقى هاني بيضغط عليه، فهو بيضغط خلاص، انا هاني رايح اضغط، فياسر قال له لا 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 خليهولي. في الثانية اللي ياسر قال لي فيها لهاني لا 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 خليهولي، كانت الكرة اتلعبت وراحت ايه، راحت 1-على-1 قدام الجون. يعني في الثانية دي، يعني لا هاني ضغط ولا ياسر ضغط، الكرة اتلعبت وراحت 1-1 على الجون. وال1-1 على الجون دي برضو الدفاع بيتفرج عليه برضو مستني. انا مش عارف ليه اللعيبة بتقعد ترجع، طب ما تضغط. يعني انت ليه بترجع؟ ليه بترجع؟ ليه الكرة جاية عليك انت انا بيستفزني الموضوع ده جدا. طب ما تضغط، اضغط يا عم، اقطع. لو ما قطعتهاش وعدى منك يبقى انت ضغطت، يبقى انا ضغطت عليه، ضغطت عليه وعدى مني 1-1. اما انا عمال ارجع له ارجع له ارجع له، طب مستني ايه؟ مستني ايه؟ هيديني الكرة في رجلي يقول لي خلاص يا عم انا دخت ما ترجعش تاني. قام اللاعب معرضها على اليمين، لقوا اللي رجعت مروان عطية من ورا خالص، وان هو يطلعها على بره، كان زمانه كان زمانها جون. في الدقيقة 69 بيخرج جراديشار وبينزل عمر كمال. وفي حاجة أنا مضايقاني جدا، في حاجة أنا أكتر حاجة مضايقاني في الماتش ده، إن أنا الدقيقة 72 راحت الكرة انفراد على أهلي، 2 من حرس الحدود و5 من الأهلي. خمسة، 5 من الأهلي، 2-على-5، واحد من الاتنين دول جري والتاني معاه الكورة، التاني لعب الكورة ضرب الخمسة، ضرب الخمسة بتوع النادي الأهلي، ضرب دفاع خط الأهلي ونص نص خط الملعب. يعني اقسم خط الملعب نصين، هو ضرب النص بتاع خط الملعب ودفاع النادي الأهلي كله في باص واحد. في باص واحد بقى اللاعب انفراد هو وشوبير، ولولا طلعت شوبير ولولا صدت شوبير كان زماننا بلعين الجون التالت. فانا مش فاهم الصراحه، هنفضل في الوضع المزري ده لحد امتى؟ الدفاع هيفضل كده لحد امتى؟ دفاع الاهلي هيفضل كده لحد امتى؟ هفضل انا بقى اي هجمه رايحه انا خايف، انا مرعوب، مرعوب ان الدفاع يجلي مني، وهو كده كده هيجلي. طب وبعدين؟ وبرضه هجمة بعديها على طول، على طول بعديها هجمة راح الرقم 74 برضه بتاع الحرس، على محمد هاني على خط ال18. محمد هاني برضه عمال يعمله كده ويرجع، يعمله كده ويرجع. بترجعوا ليه؟ يعني انت ما بتضغطش على، انا بكره الحتة دي، او الحتة دي انا بكرهها، فحتى لو راموس بيعملها انا بكره الحتة دي جدا. ليه بتقعد طب ما تضغط، اضغط او ارجع. يعني قال لي اللاعب ان انت بترجع واضغط عليا على طول مرة واحدة. اما ان انا افضل ارجع واستناه هو يعني. قام اللاعب قام واخد هاني كده قاطم بيه على طول، خلاص كده هات يا هاني انطر قبلكاش. قام اللاعب شايطها جت فوق العارضه بحته بسيطه خالص. يعني الحرس بيهاجم عليا، الحرس في الدقيقه 76 و77 بيهاجم عليا. وفي الدقيقه 76 بينزل بيطلع ديانج وبيطلع العش، وبينزل احمد اخيرا في الدقيقه 78 بعد ساعه ونص ضغط و300 الف ركنيه. الكرة بتتلعب عند بن شرقي، بيجري وبيعافر بيها، وبعد كده بيروح وبيرجع، وفي الآخر بيلعبها لأحمد رضا. أحمد رضا بلمسة واحدة، بلمسة واحدة اداها لتريزيجيه قدام الجون، بلمسة من على خط ال18 اداها لتريزيجيه قدام الجون. الموضوع سهل،
الموضوع سهل جدا، الموضوع سهل جدا، بس انتوا بتحبوا تحوموا وتلفوا 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 وتلفوا، والسهل ما بتحبوش تلعبوه. لمسه واحده من احمد رضا وصلك للجون. تريزيجيه شاطها خبطت في العارضه، قامت رده في بطن ياسر ابراهيم، جو. وانت يا ياسر الصراحه مكتوبه لك النهارده، الصراحه ياسر عامل اداء جميل جدا النهارده، بعيدا عن اداؤه الهجومي جميل جدا. النتيجه بتبقى 3-2 للنادي الاهلي، وكنت قاعد برضو قلقان ان انا ممكن يجي فيها التعادل. دي حقيقه، انا كنت قاعد وكنت قلقان ان انا يجي فيها التعادل، عشان انا مبقتش واثق فيكم، مبقتش واثق في اللعيبه. بعد الجون لعب الحرس واتقطعت الكورة، راحت الكورة لينا عند جهة محمد هاني جري، فلعب الوند شريف محمد شريف، وجري هو بقى دخل على ال18، خلاص مستني ايه ان شريف يلعب له التو. شريف يسكت. تو 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 تمام. فشريف بقى ايه، وقف كده الماتش، ستوب يا جماعة، ستوب ستوب. قام فاتح الايه، فاتح اليوتيوب، كتب عايز فيديو ساعة ونص لنيمار، مهارات نيمار على مهرجان بنت الجيران شغالة لنا عينيا. فاهم؟ عارف انت الفيديوهات دي اللي كان نيمار بقى بيقعد يعمل كده بقى، فاهم؟ فشريف بقى قام عامل له واحدة كده من بتوع نيمار برضه، فاهم؟ عمل له واحدة كده. طلع لي طاهر ولا مش فاكر مين اللي كان في الشوط الأول كان بيعمل لي كده، نزل لي شريف عمل واحدة كده، عمل لي واحدة كده، ولا لمسها ولا لعبها لهاني، والكرة رجعت علينا برضه هجمة مرتدة. فصباح الفل في الدقيقة برضو 89، كرة جات لتريزيجيه بيلعبها ثرو عالمي، ثرو عالمي لشريف قدام الجون. ثرو بص، اللي هو بيقول له خد هات جون، انت هبلت كتير، خد هات جون. شريف برضو ما سكتش، برضو عمل لهم شوطة البمبوزة بتاع بلبن، فاهم؟ شطة كده كده، دي عدت ما بين الجون نفس العارضة العرضية بتاعت طاهر، ما طاهر جه عرض نفسها كده كده، فهمتني؟ الكرة برضو بتيجي لشريف على رجله بعديها في نفس الدقيقتين، يعني مفيش عداش دقيقتين ولا دقيقة واحدة، الكرة جت على رجل شريف برضو، قام عاملها بنفس الطريقة، كانت اتلعبت ركنية تمام، خبطت في رجل تريزيجيه. لما خبطت في رجل تريزيجيه بقت هو وشريف قدام الجون، بقى خلاص شريف هو والجون، يعني لو لمسها كده بس واحدة عالية، قام شريف عملها كده تاني بقى البمبوزة. شريف البمبوزة النهارده. هو في ايه يا جدعان؟ هو انتوا بتنزلوا ناس عشان تتعبوني؟ يعني انا هعرف ان اللي بيعمل تغيير ده بيعمل تغيير ده عشان يحسن وضع الفريق. انا فريقي كده متحسن، والنبي انا فريقي كده متحسن، ده يرضي ربنا؟ بالله عليكوا ده يرضي ربنا؟ واخر كرة في المباراة احمد رضا بلمسة جميلة جدا، نفس اللمسة بتاعت الجون لبن شرقي. بن شرقي ما شاطش تمام، بن شرقي عرضها، لما عرضها بقى بن شرقي عرضها من هنا، قام استلمها محمد شريف في ظهره اهو، انا ظهري اهو تمام، استلمت الكرة اهو هنا، استلمتها هنا اهو، والجون اهو، والجون عند الكاميرا، الجون عند الكاميرا اهو، انا استلمت الكرة اهو تمام. في قدامي احمد عبد القادر هيموت وياخد الكرة، احمد عبد القادر لو كان لمس الكرة كان الجون رسمي، لو كانت جت على رجله الكرة. شريف يسكت، بمبوزة، قام عاملها كده. قام عاملها كده واحدة بمبوزة تمام، عملها واحدة بمبوزة، قامت خابطة في المدافع وراجع عند أحمد رضا، شاطها شوطة جميلة جدا، جت جنب العرض. فأنا ما يعني مش عارف، ما بقتش عارف، أنا ما بقتش عارف، والله ما بقيت عارف أي حاجة. يلا بينا على تقييم اللعيبة. تقييم اللعيبة، شوبير في حراسة المرمى هديله 7 من 10. شوبير ما جاتش عليه كور كتير، بس جاله انفراد صده وكان جميل جدا، وكان مفاجأة النهاردة شوبير بالنسبة لي الصراحة. ياسين مرعي 5 من 10. ياسر إبراهيم 9 من 10، وده أداؤه النهاردة عاجبني جدا، يعني أداء ياسر إبراهيم النهاردة عاجبني جدا. محمد هاني وكمان هديله 7 من 10. العش العش هديله 4 من 10، عشان أنا العش ما شفتوش غير في كرة الجون بس. مروان عطية 9 من 10، ده رجل المباراة. أه بشوفه في الدفاع بلاقيه، في الهجوم بلاقيه، بيمشي كورة بلاقيه، بيشوط بلاقيه. ديانج الصراحة اديله هو كمان اديله 8 من 10 ديانج، عشان ديانج بيعجبني فيه أوي الضغط بتاعه، بيعجبني فيه أوي الضغط بتاعه وطريقة الباص بتاعته. لو تتفرج على ديانج وهو بيلعب هتلاقيه أخد الكورة، مش هتحس إن رتم اللعب بطيء، لأ. ديانج لما بياخد الكورة بيمشي الكورة قدامه وهو بيجري عليها على طول، بيقوم لاعب باص، بيجري اللعب، بتحس إن اللعب جري. لما اللعب يبقى بطيء، العب الكورة لديانج وشوفه كده هيعمل ايه.
مش هتلاقيه نايم عليها وواقف العبها هنا، لا العبها هنا، لا على طول بياخد الكرة جريها، بياخد القرار في نفس الثانية وبيلعب الكرة قبل ما المهاجم اللي قدام يكون ضغط عليا ولا بيقطع الكرة خلاص. فديانج هياخد معايا 8/10. الشحات هديله 6/10. طاهر محمد طاهر 0. جراديشار 6/10 عشان الجون بس. بعد كده نزل التبديل عندك عمر كمال 2/10. مشفتوش غير ان هو باصة كورة لبن شرقي عشان يلعبها لأحمد رضا، عشان أحمد رضا يلعبها لتريزيجيه عشان تريزيجيه يجيب جول. أداء دفاعي ما شفتش، قطع كور ما شفتش. محمد شريف 0 بمبوظة. عبد القادر 6/10. وكان نفسي الصراحة، عجبني جدا مشاركة عبد القادر النهاردة، وعجبني جدا ان انا اشوف عبد القادر ان هو بيعدي ما بين اتنين وبيلعب الكرة بطريقة جميلة، بيستلم وعبد القادر بسم الله ما شاء الله عليه مهاري، مهاري جدا عبد القادر. طبعا تريزيجيه، معلش انا اسف، تريزيجيه ادينا له 8/10. انا نسيت اقوله ونسيت اذكره، بس تريزيجيه الصراحه عامل اداء حلو جدا. تاني البن شرقي 7/10 على الوقت اللي هو نزل فيه كاسيست، كان هو يباصي، كان هو الكره متقطعش من رجله بسهوله. بحب برضو الموضوع ده جدا في بن شرقي. واحمد رضا هديله 6/10 عشان اللمسات بتاعته الجميله جدا، مع انه نزل وقت قصير برضو زيه زي بن شرقي، بس هديله 6/10 وبس يعني. طبعا غياب زيزو وغياب إمام عاشور وغياب بن رمضان، الله أعلم هما هيرجعوا قبل الماتش الزمالك ولا لأ. استنوا مني حلقة قريبة جدا عن إن هما هيرجعوا فعلا، واستنوا مني حلقة ليلة المباراة بتاعت ماتش الزمالك، هتبقى حلقة نور. بس إن شاء الله ممكن يبقى في حلقة قبليها نحكي فيها عن تفاصيل الأحداث اللي احنا فيها دي، عن أحداث ما بعد مباراة حرس الحدود، لو في أي حاجة طلعت، لو في أي حاجة ما سمعناش عنها. يا رب يا رب يعني كنت تكون الماتش بتاع النهارده ده ماتش تحسن، ونيجي قدام ماتش الزمالك والاقي فرق بجد، والاقي لعيبه بتلعب رجاله. لعبكم النهارده كان عاجبني بس على الفاضي، انتوا بتلعبوا حلو بس على الفاضي. كان ممكن حارس الحدود في هجمه واحده يجيب جون، شكرا خلاص تعادل. وساعتها ورب اللي خلقني ما كنت هحل حد، انا ما كنتش هحل حد. فان شاء الله ما كنتش طولت عليكم النهارده. وتقييم اللعيبه اللي هو من وجهة نظر انا، او ان انا ما بحبش ان انا يعني عشان لاعب عمل هجمة واحدة اديله هو 0. لا، انا طاهر 0 على اساس ان هو هجمة واتنين وتلاتة واربعة، وشريف هجمة واتنين وتلاتة واربعة. الباقي كله لما لقيت منه حاجة حلوة بقيت اديله تقييم فوق ال5. استنوني في حلقة جديدة في قناة الكورة مع الشقايق. استنوا مني فيديو جامد جدا انا ويحيى قبل ماتش الزمالك، هيبقى نوعه حلو، وهيبقى على ما اظن اول مرة ان هو يتعمل على اليوتيوب. هتبقى الفكرة أول مرة، يعني الفكرة أول مرة اللي اتنين يوتيوبر يعملوها أو اتنين صحاب يعملوها، إن هما يطلعوا يتكلموا على التشكيلة مع بعض، ويتكلموا عن النقط مع بعض، ويتكلموا على الحاجات مع بعض. هتحس إن أنت قاعد بتسمع رأي أهلاوي ورأي زملكاوي، وفكرة أهلاوي وفكرة زملكاوي، توقع تشكيل أهلاوي توقع تشكيل زملكاوي، وآخر حاجة توقع نتيجة أهلاوي وتوقع نتيجة زملكاوي. وإن شاء الله المكسب للأهلي.